بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله في الفيديو هنتعلم مع بعض نعمل إزاي حقيبة أو شنطة صغيرة بناتي. أنا عاملاها البنوتة، هتحط فيها أدوات الرسم بتاعتها. الشنطة دي غرزتها جميلة جدا وسهلة وبسيطة. هي عبارة عن أعمدة بتعتمد على التكرار، زي ما انتم شايفين الغرزة ماشية مع بعضها. هنشتغلها مع بعض. انا اشتغلتها بخيط مكرمية فرنساوي وابرة رقم 3. اشتغلت منها لونين، لو انت حابة تعمليها نفس اللون مفيش مشكلة. دي من جوه. اتمنى ان هي تنال اعجابكم، ويشرفني طبعا متابعتكم ليا، واسيبكم مع الفيديو ان شاء الله. باذن الله يعجبكم ومن نجاح وبالتوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هشتغل في الخيط ده علشان خاطر سمكه رفيع، فانا هشتغل على فتلتين سمك رفيع كده. فانا هشتغل على فتلتين 2. في البداية هعمل 55 سلسلة. الاول هنعمل عقدة البداية، بعد كده هشتغل 55 سلسلة. هنا انا اشتغلت 55 غرزة من السلسلة. هرجع حشو على السطر كله كده، هرجع في كل غرزة حشو على السطر كله لحد ما اوصل للنهاية. في كل غرزة من الحشو. صح دايما. اشتغلت سطر حشو في كل غرزة حشو. جيت هنا في اخر غرزة عملت غرزة حشو، هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي، وهرجع حشو تاني في كل غرزة حشو. هكمل السطر للاخر في كل غرزة حشو. هعمل كمان 8 سطور، يعني انا كده عملت سطرين، هعمل عليهم كمان 8 سطور. انا هنا لما اوصل للاخر اخلص سطر الحشو بتاعي، هرتفع سلسلة والف الشغل وارجع تاني سطر حشو. هشتغل 8 سطور على السطرين دول، يبقى انا كده اشتغلت 8 سطور حشو. هنا انا عملت القاعده المستطيله تمام. مشيت 8 عملت 8 اسطر على السطرين اللي انا كنت بشتغلهم، يبقى كده 10 سطور. الخطوه الجديده اللي هنعملها ان احنا هنلف عليها كلها حشو، يعني هنلف هنا حشو وهنا كده في كل غرزه حشو، وهنا كده، وبرده لحد ما نيجي هنا مكان ما هنقف حشو. بس في الزوايا هنعمل 2 حشو. يعني هنا انا عندي هنا غرزة حشو، اخر غرزة حشو هعمل غرزة كمان تمام. وبعد كده الغرزة اللي بعديها هنا حشو، واللي وراها حشو، وهنا برضو حشو، يعني في كل غرزة حشو. هنا قابلتني اخر غرزة في الزاوية دي، هعمل فيها 2 حشو عشان تديني الكيرف بتاع الدوران الشغل. وهنا في الغرزة دي حشو، اي غرزة هتقابلني هعمل فيها غرزة حشو لحد ما اوصل للزاوية الاخيرة.
لحد ما اوصل هنا في الزاوية دي اعمل فيها 2 حشو، والزاوية دي اعمل فيها 2 حشو. هنا زي ما انتم شايفين كده انا لفيت عليها كيرف كله، في كل غرزة غرزة حشو، والزوايا عملت 2 حشو زي ما انتم شايفين كده. الخطوة الجديدة بعد ما خلصنا هنا ووصلنا لاخر غرزة معانا عملنا فيها حشو، بعد كده اول غرزة انا ابتديت فيها هنا في الزاوية عملت 2 حشو، هعمل فيها منزلقة عشان اقفل الكيرف بتاعي. بعد كده هرتفع 3 سلاسل وهعمل سلسلة كمان. اللي بعديها هنا الغرزة اللي بعديها هعمل فيها 3 أعمدة في غرزة واحدة، 1 في نفس الغرزة هعمل فيها عمود تاني، وادي العمود التالت في نفس الغرزة، يبقى انا كده عملت 3 أعمدة. بعد كده هسيب 3 غرز على السطر، 1 2 3 تمام. بعد ما سبت 3 غرز على السطر هعمل عمود في الغرزة الرابعة دي، هعمل فيها عمود وبعد كده سلسلة، عمود وسلسلة. واللي بعديها هنا هعمل فيها 3 أعمدة، 1 2 3. بعد كده هسيب 3 غرز على السطر، 1 2 3، وهاجي هنا في الرابعة اعمل عمود خدي بالك انا شغاله على فتلتين، ففي فتله كانت هتفلت من الشغل، عشان كده رجعت تاني. انا هنا عملت 3 اعمدة زي ما قلنا. هنسيب 1 2 3 3 غرز على السطر، وهاجي في الغرزة الرابعة اعمل عمود، بعد كده سلسلة، بعد كده اللي بعديها هنا هعمل فيها 3 عمود بلفة في غرزة واحدة، 3. بعد كده هسيب 3 غرز على السطر، 1 2 3، وهاجي هنا في الغرزة الرابعة هعمل عمود سلسلة، والغرزة اللي وراها هعمل فيها 3 عمود. وهكرر بنفس طريقة الشغل لحد ما اوصل هنا مكان ما ابتديت. بعد ما خلصت السطر اللي كنت شغالة فيه هنيجي نشتغل الخطوة الجديدة. هنكرر نفس السطر، بس هنشتغل في الفراغات، عندنا فراغات هنشتغل فيها. هنا هنقفل بالمنزلقة في 3 سلسلة احنا ارتفعناها، بعد كده السطر الجديد هرتفع 3 سلاسل وسلسلة كمان، يبقى 4 سلاسل. بعد كده في الفراغ هنا عندي فراغ في الفراغ اللي بعديه هنا هنعمل 3 أعمدة في نفس الفراغ، بعد كده هسيب 3 أعمدة على السطر، 3 غرز على السطر اسفة، 1 2 3، وهاجي هنا في الرابعة اعمل عمود سلسلة، وبعد كده في الفراغ هيقابلني فراغ بعديه هنا، الفراغ ده اللي هو بين ال3 سلاسل هعمل فيه 3 أعمدة في مكان واحد. بعد كده هسيب 3 غرز على السطر، 1 2 3، وفي الرابعة هعمل عمود سلسلة،
والفراغ اللي وراه هعمل فيه 3 أعمدة. هفضل اكرر لنهاية السطر بتاعي، وهعمل كمان سطرين من نفس الطريقة دي ونرجع مع بعض تاني. هنا انا عملت 5 سطور، 1 2 3 4 5 من نفس الشغل اللي انا اشتغلته. هنا انا هغير اللون، لو انت حابة تكملي بنفس اللون كملي بنفس الطريقة. هنا انا هقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة من 3 سلاسل ارتفاع، بس انا هسحب اللون الجديد. هنا انا قفلت بالمنزلقة، هرتفع 3 سلاسل والسلسلة الرابعة. بعد كده في اللي بعديها هنا طبعا انا خدت معايا الخيط عشان انضف خيوطي اول باول. هشتغل هنا في الفراغ اللي بعديه 3 أعمدة. بعد كده 1 2 3 وهاجي هنا في الغرزة الرابعة هعمل عمود وسلسلة، والفراغ اللي بعديه هشتغل فيه 3 أعمدة. هعد 3 غرز، 1 2 3 4 وهعمل عمود سلسلة، والفراغ اللي بعديه هشتغل فيه 3 أعمدة. نفس الشغل اللي انا كنت بشتغله في ال5 سطور اللي فاتوا، لكن انا هنا غيرت اللون. هشتغل على قد ما انا محتاجة حجم الشنطة بتاعتي، هفضل شغالة بنفس النظام وهرتفع بالسطور بنفس نظام الشغل ده لحد ما ارتفع بطول الشنطة المناسب بالنسبة لي اللي انا عايزاه. انا بعد ما اخلص السطر هاجي اقفل هنا بالغرزة في 3 سلسلة بغرزة منزلقة وارتفع 3 سلاسل وفيهم سلسلة ارتفاع يبقى 4 سلاسل، وهشتغل عادي الفراغ اللي بعديه 3 أعمدة نفس النظام اللي انا اشتغلته ده. فانا هكمل بقية الشنطة ونرجع مع بعض نشوف بقية الشنطة. ارتفعت الطول اللي انا محتاجاه، لو جينا قسنا بالمزورة هيطلع معايا 26 سنتي. هتقيسي من بداية من اخر القاعدة هنا لاخر الشنطة هيطلع معايا 29 سنتي. لو انت حابة ان انت تزودي مفيش مشكلة زي ما انت محتاجة حجم الشنطة. الخطوة الجديدة احنا هنا خلصنا هنا السطر تمام. هتعدي من هنا من كل جانب كده 5 غرز، 1 2 3. بصي انت هتقيسي كده اهو تمام. دي الغرزة اللي في الوسط تمام. هتيجي من الخلف من هنا هتعدي 1 2 3 4 5 وهتيجي هنا على الغرزة ال5 هتعلميها بالماركر تمام كده من ناحية الخلف. هنا هتيجي هنا عند الغرزة اللي في المنتصف وهتعدي من ناحية الأمام هنا 1 2 3 4 5 وهتعلمي الغرزة رقم 5. يبقى انت علمتي من ناحية الخلف ومن ناحية الامام هنا. من هنا اتعديتي من هنا كده من الغرزة اللي في المنتصف 5 غرز وعلمتي الغرزة ال5، ومن هنا في المنتصف كده 5 غرز وعلمتي الغرزة ال5. هنا طبعا انا اشتغلت منزلقة وقفلت السطر بتاعي. نشتغل الخطوة الجديدة السطر الجديد. هرتفع سلسلة بعد ما قفلت المنزلقة، هرتفع سلسلة وفي نفس المكان اللي انا ارتفعت منه واللي انا اسفة قفلت منه المنزلقة وارتفعت منه سلسلة هعمل فيه غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها حشو،
والغرزة اللي بعديها حشو. هشتغل في كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل للعلامة، اول علامة انا علمتها. وصلت هنا للماركر اللي انا معلماه. هشيل الماركر، وعندي حلقات سهلة الفتح او حلقات يعني مش سهلة الفتح المتوفر عندك. هتحطي الحلقة وتجيبي عليها بالحشو كده اهي. كده اول غرزة انا عملتها حشو 2. طبعا احنا عادين مع بعض 5 غرز. 2 جت خارج الحلقة كده اهو. 2 3 4 5 اهي بقت معايا كده تمام اهي. هشتغل بقى في كل غرزة غرزة حشو هتقابلني لحد ما اوصل للعلامة التانية، وهحط الحلقة التانية زي ما انا حطيت دي كده، وهشتغل عليها حشو واكمل لمكان ما ابتديت هنا حشو. هنا خلصت السطر اللي كنا شغالين فيه. هنيجي هنا في غرزة الحشو اللي احنا عملناها في البداية خالص، هنقفل بيها بالمنزلقة. بس هنقفل، انا هسحب اللون التاني هاخد معايا بداية الخيط عشان انضف شغلي اول باول. هرتفع 3 سلاسل وسلسلة كمان يبقى 4 سلاسل، والغرزة اللي وراها هعمل في نفس الغرزة 3 أعمدة بلفة في غرزة واحدة. بعد كده هسيب 3 غرز على السطر 1 2 3، وفي الرابعة هعمل عمود غرزة ارتفاع، والغرزة اللي بعديها هعمل 3 أعمدة بلفة في نفس المكان. هعد 3 غرز على السطر 1 2 3، وفي رابع غرزة اعمل عمود سلسلة ارتفاع، والغرزة اللي بعديها هعمل 3 أعمدة في نفس المكان. هعمل من السطر ده وهاجي هقفل هنا، هكمل للاخر نفس النظام، وهاجي اقفل هنا بالمنزلقة في 3 سلسلة، وهعمل من السطر ده 3 سطور كمان. يعني انا هشتغل 4 سطور من نفس الشغل ده، ونرجع مع بعض تاني. خلاص خلصت، ارتفعت الادوار اللي انا محتاجاها، عملت 4 سطور. الخطوة الجديدة او السطر الجديد هقفل بالمنزلقة في 3 غرزة، هرتفع سلسلة، قفلت المنزلقة، هرتفع سلسلة في نفس الغرزة اللي انا ارتفعت منها دي، هعمل فيها حشو
بعد كده هرتفع 3 سلاسل، واحد، وهعلم اول غرزة من الثلاث سلاسل، هعلمها كده عشان هرجع لها تاني. 2 3 اشتغلت 3 سلاسل. بعد كده هرجع على اول غرزة اللي انا علمتها من الثلاث سلاسل، هعمل فيها منزلقة. بعد كده هعمل سلسلة ارتفاع، وبعد كده هسيب غرزة على السطر، وهروح للغرزة اللي بعديها اعمل فيها حشو، وبعدين 3 سلاسل، واحد، والغرزة الاولى هعلمها، 2 3، وبعدين ارجع تاني للغرزة الاولى اللي انا علمتها اعمل فيها منزلقة. بعد كده ارتفع سلسلة واسيب سلسلة على السطر، واروح للي بعديها اعمل حشو، وهرتفع 3 سلاسل، واحد، هعلم اول سلسلة، 2 3، وهنزل عند اول سلسلة من الارتفاع اعمل منزلقة. بعد كده هرتفع سلسلة، وهروح هنا اسيب غرزة على السطر، وهروح الغرزة اللي بعديها اعمل حشو، ارتفاع 3 سلاسل، انزل عند اول سلسلة ارتفاع اعمل منزلقة، سلسلة، اسيب غرزة على السطر واروح للي بعديها اعمل حشو. بعد ما اعمل حشو ده هعمل 3 سلاسل ارتفاع وانزل اعمل منزلقة في اول غرزة، وبكده يكون معايا الشنطة خلصت. هكمل السطر ده لاخره وهقفل بالمنزلقة، وكده يكون الشنطة خلصت. هنبدأ نعمل مع بعض الايد بتاعة الشنطة. هنخلص السطر ده ونرجع نعمل ايد الشنطة. هنشتغل رباط الشنطة اللي هيرتبط هنا في الوسط اسفل. هشتغل عدد سلاسل على حسب حجم الشنطة اللي انتي عاملاها. بعمل عقدة البداية، وبعد كده بشتغل عدد معين من السلاسل بالطريقة دي لحد ما اوصل لحجم الشنطة اللي انتي محتاجة اللي انتي عملتيها، وبعد كده هنربطها من الوسط. بالنسبة لإيد الشنطة كمان هنشتغل عدد من السلاسل كده، تمام. هنشتغل مثلا 6 سلاسل، وبعد كده هنرجع بيهم حشو. ده بالنسبة لإيد الشنطة. تمام كده اشتغلت عدد سلاسل 3 سلاسل او 4 سلاسل على حسب حجم الايد اللي انت محتاجاها. بعد كده برجع بيهم حشو، وبعد كده برتفع سلسلة وارجع اعيد الشغل تاني. في كل غرزة الف الشغل واعمل في كل غرزة حشو، وافضل اكرر الشغل ده لحد ما اوصل لايد الشنطة اللي انا محتاجاها برضو، وبعد كده هركبها في الحلقتين. اشتغلنا الايد بتاعه الشنطه والرباط بتاع الشنطه. تعالوا مع بعض هنشتغل زي دي في اخر الرباط نعرف بتشتغل ازاي. عملت هنا عقدة البداية، هعمل 10 سلاسل، عملت 10 سلاسل هقفلهم في اول سلسلة تصبح معايا دايرة. هرتفع سلسلة وهشتغل في كل غرزة سلسلة، غرزة حشو اسفة، في كل غرزة حشو حتى لما اوصل هنا لبداية الخيط. السلسلة اللي انا ارتفعتها هعمل فيها غرزة حشو واكمل بدون اي ارتفاع.
في كل غرزة غرزة حشو. وصلت هنا لنقطة البداية، السلسلة اللي انا ارتفعت بيها هعمل فيها برضو غرزة حشو، وهكمل بقى حشو. هعمل 5 سطور بحيث ان هي تصبح معايا دايرة زي كده. هعمل واحدة كمان بنفس الطريقة، وبعد كده هركبها هنا بس بعد ما اخيط هنا كده الطريقة دي كده، وهاجي هنا دي المنتصف بتاعة الشنطة، فهاجي هنا كده واركبها كده واشد الرباط بالطريقة دي. هلف على الشنطة لحد ما اوصل هنا تمام لبداية الخيط، وبيكون معايا كده الرباط خلص، وبعمل واحدة زي دي وبركبها في الجهة التانية هنا بعد ما بخلص واربط الرباط. وبعد كده هنركب ايد الشنطة كده وهخيطها بالخيط، وبعد كده هشبكها هنا هخيطها هنا بنفس الخيط، هلضمه في ابرة التنظيف واخيط بيه، وبعد كده هركب ايد الشنطة في الحلقات، ويبقى كده الشنطة خلصت معانا، وهنرجع بقى نشوفها في الاخر ان شاء الله. وكمان هنا دي انا لما بركبها هنا بخيطها هنا كده بابرة التنظيف، بلضم الخيط نفس اللون وبخيط هنا بحيث ان الرباط ما يسيبش الجزئية دي منها. خلاص خلصت الشنطة، ركبت الاكسسوار بتاعها وركبت الايد الشنطة، وعملت السدادة اللي انا قلت عليها اللي احنا عملناها مع بعض. عملت 3، ركبت واحدة هنا فوق وركبت 2 في الاخر وخيطتهم من نفس الخيط. من جوه نظيفة جدا، الشغل نظيف مفيش اي بواقي خيوط، لان احنا طبعا واحنا شغالين كنا بناخد الخيوط معانا في الشغل وكنا بننضف اول باول. ممكن ان انت تركبي لها بطانة، انا جايبه لها هنا بطانة تمام. لو انت حابه تركبي لها بطانه ركبي لها بطانه، لو انت مش حابه الشغل من جوه نضيف وزي الفل مش هيكون معاكي فيه اي مشكله خالص. دي بتتربط كده، دي احنا عاملينها عشان تعمل كده، بتترفع كده اهي، تبقى بالطريقه دي. يا رب تكون الشنطه عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.